عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ينبغي أن نعبر هذا بتعبير السلف، بتعبير العلماء. لا نقول كما يقول بعض الناس السيدة عائشة، السيدة فلان، السيد فلان. كلمة السيد تكرار كلمة السيد مع كل إنسان ذكرا كان أو أنثى ليس تعبير السلف الصالح. السيد عند الإطلاق هو الله، السيد هو الله. وإن كان جاء إثبات السيادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. وجاء النهي عن ذلك في لسانه عليه الصلاة والسلام عندما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: السيد هو الله. ولذلك لا ينبغي أن نتعود كل الصحابة والتابعين وأئمتنا وعلماءنا الاحترام واجب، لكن ينبغي أن نعبر تعبيرا شرعيا. أمهات المؤمنين أثبت الله إنهن أمهات المؤمنين، نقول قالت عائشة أم المؤمنين، قالت فلانة أم المؤمنين. أما نترك كل هذا، قالت السيدة عائشة، قالت السيدة فلان، قال السيد فلان، هذا تعبير عصري، الاكثار من السيادة. والسيادة ثابتة في النفس، لكن عند التعبير ينبغي التعبير بأسلوب سلفي سليم كما كان عليه سلفنا.